السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاك وفاء مصطفى. النهارده هنفرز مع بعض الملوخيه الخضراء يا جماعه، وهتحسوا ان انتوا يعني عاملينها طازه على طول. مش هتحسوا ابدا ان هي ملوخيه متفرزه. انا اصلا ما بحبش الملوخيه المتفرزه الجاهزه. ما بحبش غير الملوخيه اللي تكون لسه طازه ومعموله حالا. فالملوخيه النهارده هتبقى كده بالظبط. انا جبت 5 كيلو ملوخيه وقطفتهم بالعنقود كده زي ما انتم شايفين. هقول لكم الملوخيه بتتقطف ازاي، انا عارفه ان انتوا كلكم عارفين. بس اهم حاجه برضو لما تشتري ملوخيه هاتي ملوخيه حلوه مرعرعه كده زي ما انتم شايفينها. تكون يعني ورقها كبير كده. وبصوا الورق اللي تحت ده بناخده من غير اي عرق خالص. وبنفضل نقطف بقى في الملوخيه، لو في اي ورقه مش حلوه طبعا بنستبعدها وبنرميها. انا عايزه بس العنقود ده يا جماعه، ده بيعمل عرق للملوخيه وبيخلي ليها قوام المظبوط الحلو اللي احنا بنحبه. طبعا هتقعدي كده وتقطفي الملوخية، مش تاخد معاكي يعني اكتر من نص ساعة. عموما كل الملوخية اللي هتعمليها هتنفعك في زنقات كتير جدا، وهتوفري برضو وقت بعد كده. زي ما انتم شايفين قطفتها اهو. دلوقتي بقى هغسلها كويس جدا. وقبل ما اغسل الملوخية حطيت مية على النار، مليت حلة على الاخر اهو زي ما انتم شايفينها. وعبال ما المية تسخن يعني وتغلي، كنت غسلت الملوخية كتير، يعني مثلا غسلتها 4 أو 5 مرات لغاية ما لقيت المية بتاعتها خلاص يعني وصفتها. طبعا الطريقة دي مش محتاج الملوخية تنشف خالص، مش لازم ننشفها، أهم حاجة صفيها على قد ما تقدري. وكانت المية غليت معايا زي ما انتم شايفين. هضيف لها حاجتين اتنين، معلقة واحدة من السكر، وشوية كده على طرف المعلقة من البيكربونات او البيكنج باودر لو مفيش بيكربونات. دول بيخلوا لون الملوخية يبقى اخضر اكتر. معلقة السكر طبعا اضافة حلوة ومادة حافظة، وبتدي طعم جميل للملوخية. ما بتبانش طبعا انها مسكرة، بس بتدي طعم ملوخية طبيعي. حطيت المصفى دي زي ما انتم شايفين، بحيث ان المية تبقى يعني طالعة في المصفى كده لغاية نصها مثلا. وطبعا المية لازم تكون بتغلي غليان كامل كده. والملوخية بتاعتي كانت يعني مغسولة كويس زي ما قلت لكم، مهم قوي نغسلها. الملوخية عارفين تتغسل مرة واتنين وتلاتة واربعة لغاية ما تطلع كل اللي جواها. انا سايبه الميه تغلي اهي معايا. وهنا بحط بقى في الناحيه التانية، كنت حاطه يعني تلج في الفريزر، وحاطه حله وازايز فيها ميه ساقعه عشان احتاجهم دلوقتي. فالميه اللي بتلج هي محطوطه جنبي، والملوخيه نزلتها في المصفى اهو زي ما انتم شايفين، وكانت بتغلي. لكن لما الملوخيه بتنزل الغليان بيقف، لان الملوخيه لها درجه حراره يعني بردت الميه يعني زي ما انتم عارفين. فبفضل اقلب فيها كده لغايه ما تغلي غلوه واحده بس، مش عايزاها تغلي اكتر من كده. يعني الاقيها من الجوانب كده بدات تغلي. وطبعا لما اطلعها هطلعها على طول كده بالمصفى، هصفيها، ودي طريقه سهله قوي. هتتصفى بسرعه جدا، انا عايزاها بسرعه تطلع من غير ما اقعد اجمعها من الحله. يعني خلاص دول وقعوا بس هشيلهم. وبنطلعها على الميه المتلجه على طول. طبعا الملوخيه بتبرد كده بسرعه وبتفضل خضره زي ما هي. ورجعت المصفى تاني وحطيت بقى كمية تانية. هنعملهم بقى كلهم، مش هياخدوا معايا 3 مرات في المصفى لانها بتاخد كمية كبيرة اهو زي ما انتم شايفين. بغطس الملوخية كلها في المية عشان عايزاها تاخد الغليان اللي هي غلوة واحدة بس، يعني بمقدار دقيقة واحدة وبس. ودلوقتي هطلع بقى الملوخية خلاص بردت اللي الناحية التانية. يعني على ما تطلعي دي من التلج خلاص بتكون التانية خدت غلوة وتطلعيها برضو. بطلعها طبعا بمصفى او يعني اي حاجة. ودي خلاص اتعملت هي كمان اهو. بصفيها من المية بسهولة جدا، بنزلها في المية اللي بتلج. وبزود المية اللي بتلج دي يا جماعة مرة تانية. انا حاطة ازايز مية في الفريزر تتلج. وطلعت بقى كل الكمية اهي. دول 5 كيلو يا جماعة. شايفين الخضار والجمال والطعم اللي هتدقوه لما تجربوا الطريقة دي. بعد كده هنجيب الكبة، وهقول لكم كبة مش خلاط. الخلاط هيخليها معمولة يعني مفرومة قوي وناعمة، وما تحسيش فيها بطعم انها متخرطة. عايزة اقولك ان انتي هتنسي المخرطة خالص خالص، وهتندمي على فعلا كل الوقت اللي ضيعناه قبل كده في المخرطة. انا على نفسي ندمت لان دول 5 كيلو عملتهم في 5 دقايق في الكبة، وادتني نفس نتيجة المخرطة. بحط كمية زي ما انتم شايفين، وبشغل عليها الكبة واحدة واحدة، وببص كده اشوفها وصلت لايه. يعني انا اللي بتحكم. اشوف الملوخية هتوصل يعني لانهي مرحلة. هوريكم بعد ما ضربت بس فيها. يعني بصوا اهو بقلبها بس لتحت كده. انا عايزاها كلها تاخد يعني درجة فرم واحدة، وتحس انها متخرطة بالمخرطة كمان.
طبعا الملوخيه كانت شاربه شويه ميه، فالميه دي هتساعد ان هي تتضرب. لو حسيتي انها محتاجه يعني عشان تنعم شويه وتديكي يعني زي المخرطه، حط لها شويه ميه كمان من الميه اللي نازله منها. اللي قدامي دي في الصينيه مع الملوخيه كان في ميه نازله مصفياها كده، طبعا نظيفه، فبحط منها على طول، ودي ميه الملوخيه اصلا. لغايه ما وصلت لكده وحسيت ان القوام ده حلو قوي كده مظبوط وتمام. يعني انا قلت اضربها بس ضربه خفيفه جدا وبس كده. عايزه اوريها لكم بقى وهي نازله قد ايه ليها عرق. بصوا هي نزلت كلها مره واحده، نتيجه ليها عرق قوي وخضار قوي وحلوه بجد. عملت بقى المقدار كله، خلصته زي ما انتم شايفين، بقيت المقدار كله حطيته يعني مره واحده في الكبه. وبصوا بقى قد ايه لونها اخضر، وهتفضل خضره، وهنعملها مع بعض في الاخر وهنشوف يعني بعد ما اتجمدت عامله ايه. وهنفضي برضو المقدار ده. عايزاكم بس تلاحظوا العرق بتاعها والخضار، واللي يشوفها هيقول انها متخرطه مش معموله في كبه ابدا. بصوا اهو يا جماعه. طبعا لو هتعمليها في الخلاط ومفيش كبه، خليكي حريصه ان انت ما تنعمهاش تخليها زي العصير، لا هتخليها برضو يعني كانها متخرطه كده. اهو بصوا، انا اللي بخرطها برضو كنت بوصلها للدرجه دي. بصوا حتى اثار القطع الملوخيه على السكينه او الاله بتاعه الكبه واضحه. يعني حبيت اوريها لكم فيها حتت كده من الملوخيه مش معصوره. وخلاص طبعا هي بارده تماما، احنا كنا مطلعينها فيها متلجه، فبنحطها بقى في اكياس. وحطي بقى في كل كيس الكميه اللي انت عارفه ان انت هتحتاجيها. عايزه اقول لك ان 5 كيلو ملوخيه عملوا لي 12 كيس. طبعا شوفوا احنا يعني بنشتري الكيس بكام، وسيبكوا خالص من بكام. هي اصلا احلى بكتير من الملوخيه الجاهزه، من احسن نوع ملوخيه بجد. انا ما كنتش بستخدم غير ملوخيه بسمه لما يعني اتزنق فيها قوي، وما كنتش بحبها اصلا اجيبها. ولكن لما جربت دي احلى واروع بكتير، وبجد بجد هتندمي على التخريط الملوخيه طول السنين والتعب، لان دي طريقه سهله قوي. عايزه اقول لكم حتى لو في موسم الملوخيه انا برضو ممكن يعني اشتغل من دي وهفرز منها تاني. وده لانها منجزه وخضره هي زي ما انتم شايفين، وبتديني نفس نتيجه الملوخيه الخضره بالظبط، واحلى بكتير من اي ملوخيه متفرزه بتتباع جاهزه بره. وبصوا المقدار حلو جدا، 5 كيلو ملوخيه. الملوخيه رخيصه جدا في السوق دلوقتي الحقيقه، وقتها وهي حلوه كده واعمليها توفري وقت كبير. بعد ما اتفرزت ده بصوا تاني يوم انا بمسح لكم الكيس اوريكم، انا سبتها تفك كده. ده كيس فك اهو عشان هعمله لكم دلوقتي عشان يبقى تجربه عمليه ونشوف الملوخيه شكلها ايه. انا عاده بحب احط الملوخيه الاول في الحله وبعدين ازود شوربه واحده واحده عشان الملوخيه ما تخفش معايا. يعني في ناس بتعمل العكس، بس يعني الطريقه دي احلى بكتير. بنزل بالشوربه بالتدريج لغايه ما احس ان القوام هو ده القوام اللي انا عايزاه. وهنا معايا معلقه توم يعني كبيره، خدت نص المقدار وحطيت عليها معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. وبصوا هي الملوخيه كانت فكت معايا بس لسه فيها حتت يعني لسه شويه. وبصوا الخضار بقى، انا حطيت عليها الشوربه بتغلي واحط عليها شويه مرق خضار، مرقه ملوخيه هي زي ما انتم شايفين مرقه خضار. نقلتها على العين التانية عشان يعني تستوي براحتها. طبعا الملوخيه مش بتغلي، مجرد بس ما تاخد غلوه واحده بنطفي عليها. هنا هنعمل الطشه بسمنه وحطيت فيها توم وشويه كزبره برضو. وطبعا الطشه هجيبها اهو وهي لونها ذهبي فاتح فاتح يا جماعه مش غامق. طشيتها على الملوخيه وطفيت عليها، ودي احلى ملوخيه خضراء هتاكلوها وهتدوقوها في حياتكم. بصوا يا جماعه جمالها تحفه بجد. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي. عايزه اقول لكم هفرز تاني ومش هعمل غير الملوخيه دي على طول لانها تحفه بجد ومنجزه والطعم بتاعها رهيب. جربوها على ضمانتي. شكرا ليكم.